Leçons variées pour éducation des gradés indigènes des tirailleurs algériens, rédigé en 1902-1903. الدروس دروس متنوعة لتدريب صف الضباط ولا ضباط الصف، لا أدري الترجمة تاعها بزاف، لي تيرايور الجزائر المشاة الجزائريين، كابيتان ليفان دو شولو بمساعدة يورنو بالي وبيران ودوكاس. لو بروميي الفرقة الأولى للمشاة الجزائرية، بروميي ريجيمون فرونسي، مطبعة موغان. مطبعة هذه مازالها خوتنا، مطبعة موغان مازالها راهي في البوليطة، ومن الفرنسيين، من عائلة فرنسية اللي قعدوا هنا في الجزائر. افون بروبو المقدمة، نشوفوا ما نقراوش المقدمة كامل، شوفوا هنا واش يقول في المقدمة في هذه الفقرة. Les gradés des tirailleurs sont choisis parmi les plus intelligents et les meilleurs. الضباط ولا ذوي الرتب من المشاة يختارون من الأذكياء ومن أحسن المشاة. Nous voulons، نحن نريد qu'ils soient، qu'ils nous aident à faire connaître à leurs frères musulmans. نحن نريد منهم أن يعرفوا إخوانهم المسلمين من مشاعر الرحمة، ومن يعني يحسنون صورة فرنسا لدى إخوانهم المسلمين et pour les enseigner ويعلموه ويدرسوه. نروحوا نشوفوا القسم الاول، بروميير بارتي تاع واش يقرا. هذا المقرر الدراسي تاع حاشا اللي ما حاربوش المسلمين، تاع الباقي حركه بالنسبه لي، كاع حركه الباقي. واش يقول، واش كانوا يقراو؟ تبع مليح فرنسا واش كانت تقري، ربما الان دول اسلاميه ما عندهاش هذه المقررات. بروميير بارتي دوفوار جينيرو دو لوم، الواجبات العامه للانسان ولا للرجل. الشابيتر الاول، الفصل الاول، devoir envers Dieu، واجباتك تجاه الخالق، واجباتك تجاه الله ولا تجاه الخالق. واحد كرويونس اون ديو، الايمان بالله. هذه هي العلمانيه. الله بزاف اللي يحسب انهم دمرونا بالعلمانيه، هذا تصور خاطئ خوتنا، تصور خاطئ. مش دمرونا بالعلمانيه، دمرونا بالدين المحرف، مش بالعلمانيه. ما يقدرلكش لا بالعلمانيه لا بالالحاد لا باي حاجه. دمرك بشيء، باعز ما تملك، باعز ما تملك تحكم فيك. اذا devoir envers Dieu يعني قسم الفصل الاول العقيده. هيا وري لي الان واش من جهه اللي راهم عندهم فصل يقروهم العقيده. الدول الاسلاميه كاع، الدول العربيه، دولتنا زعما كاين زعما درس ماده العقيده، كاين ماده العقيده مثلا، سواء مدارس عادي للشعب تاع الشعب ولا مدارس في العسكر ولا في الشرطه، كاين فصل العقيده الاسلاميه. واش يجيب له هنا باللغه الفرنسيه، يكتب ايه نقراوها باللغه العربيه الترجمه تاعها، وانتبه الترجمه هذه تاع اللي كتبها فرنسي، اللي كتبها في بعض الاحيان يخطئ في ترجمه في النص الاصلي للايات. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى. صميم العقيده الاسلاميه يقراوها. زيد شي يهفك واحد يقول لك والله الشيخ دين هذا كيما انت، الشيخ دين ها امامك، الشيخ دين كان يخدم تيراير. يدبر الامر يفصل الايات، وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهار ومن كل الثمرات، جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار، وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، وتفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن شاء الله ما يكونش خطأ في الآية لأن قريتها كما قلت. هذه كذلك في المقرر. من المقرر وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسله رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي من نشاء.
يجازي النفس بما فعلت، والذين كفروا لهم نار جهنم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنة خالدين فيها. هذه كلها آيات ومن المقرر اللي كانوا يقرأوها. هناك بعض الشرح من حين إلى حين، ما نقدروش نقرأ كامل التقرير، فيه 146 صفحة. ريزينياسيون الامتناع عن أشياء جو بونس باش يقصدوا. المهم la religion n'exige pas que l'homme s'en mettre à Dieu seul du soin de son existence. Le croyant se soumet au malheur qui lui arrive. المؤمن يخضع للمآسي التي تحدث له. mais il a aussi le devoir، لكن عنده الواجب أنه يقدم ما يمكن ولا يحاول ما يمكن pour conjurer ceux qu'il qu'il redoute et pour atténuer les conséquences de ce qu'il ne peut éviter. يعني الأقدار، يعني إنسان غير مخير، الأقدار اللي تسقط عليك لازم تتقبلها، وهذه على صميم العقيدة الإسلامية. لكن من واجبك أنك تحاول أنك كما يقولوا تتجنب المآسي هذه عيط لها هو المكتوب، أو كتبها هنا ترجمة المكتوب سي إكري. هنا يذكر مثال، أحد الأمثلة اللي يذكروها احنا الجزائريين، لا أدري هل هو رفضها من عند الجزائريين وحطها في المقرر الدراسي أم في الحقيقة أصل المثال هذا، البروفيرب هذا أصله من عند الإيتيرايور وبالتالي من عند الفرنسيين. تسبب وربي يعينك، أنت عليك بالحركة وربي عليك بالبركة. خاتيك ريليجيوز، الشعائر الدينية. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هاي تفضل. اتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. هنا يعني يذكر على الأخلاق القلبية، الإخلاص والأخلاق القلبية. الفصل الثاني devoir envers soi-même، حقوق النفس، حقوق الشخصية، يعني واجباتك تجاه نفسك. دينيتي بيرسونيل، كرامة الإنسانية. محافظة على الجسم. وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. sobriété إذاخس، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. عدم التبذير وعدم السكر. واش يقول فيه هنا؟ يذكر الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. هذه الآية هو ذكر الآية الصورة والرقم الآية في بالفرنسية. واش راني نقرأ لك الترجمة فقط تاعها، النص باللغة العربية. راح نشوفوا هنا كي يشرح بالفرنسية باختصار. يقول أن الدولة الفرنسية كذلك تمنع السكر في المناطق العامة. معناتها حبيت تسكر فرديا، اسكر فرديا، لكن تمنع السكر في الساحات ولا اون بيبليك امام الناس. يعني ما تكونش كيلو حبيت تخبطها في دارك مخبي، خبطها في دارك مخبي. في الشرح هذه تلقاها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كذلك هنا نتكلم أمور نعرفوها احنا. طاعة النساء تدخل للنار. هذه وين جابها؟ في النقطة الرابعة على ديبوش، في ديبوش كيف نقولوا، تقدر تقول الفسق. هنا جايب هذا المثال: طاعة النساء تدخل إلى النار. هنا يعني يقصد ماشي طاعة النساء معناتها ما يقصدش الحديث تاع شاورهن وخالفون وكل شيء من هذا، لا. هنا يقصد اللي يتبع نساء، حاشاكم بالدارجه نقولوا انسان يتبع نساء يعني هواه دا ينصر.
واش يقول كذلك؟ يذكر الآية: قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. ينهاهم عن فاحشة الزنا وعن فاحشة الشذوذ الجنسي. إنكم لتأتون النساء بعودها أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذه يحطها في النقطة الخامسة: إنرجي مورال إي لاشتي، الجرأة والشجاعة، الشجاعة والجبن. هنا باه يشجعهم على الحرب، يعني أو يشجع فيهم على الجهاد في سبيل فرنسا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولو كي تقرأ الشرح يفهمهم انه ما لازمش تخاف من الموت، لان الموت راح تموت، راح تموت. اذا لازم تكون مقاتل شرس شجاع. ومن شوف هنا واش يذكر احدى القواعد الفقهيه المشهوره: ومن يولهم يومئذ دبره الا متحيز بالقتال او الا، هنا الترجمه ماهوش كاتبها مليح ان شاء الله ما نغلطوش في الايه: الا منتحر بالقتال او متحيزا الى فئه فباء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هنا كبيرة التولي يوم الزحف، يعني اللي يكون في معركة ثم يتولى ثم يهرب يخاف. هذه من أكبر الكبائر في الإسلام، تكون في معركة في حرب تخلي الصف وتهرب. لازم تواجه وتكون عندك الشجاعة المواجهة. يعني تصور هذو كانوا يحاربوا بهم في 1902. واش كانت كاينه الله اعلم، حرب المكسيك ولا حرب المكسيك هذاك الوقت واقيلا. لا كانت فاتت موراها بشويه. يعني تعرف خوتنا، يعني ماهوش غير اللي يجي يتكلم لك بالاسلام ولا مانيش عارف كذا خلاص. يعني السيد هذا حنا ينفع واحد يظهر، يعني بمجرد انه يظهر لك انه رجل دين ولا رجل متدين ولا يتكلم لك بالاسلام، فالمناعة تاعك الذاتية كلها تتخلى عنها ويصبح هو عنده المناعة الكبرى، ولا واحد يتكلم عليه ولا واحد ينتقده. كذا أنت تنتقد هذا كيبان إنسان متخلق، الصفحة تاعو تبان غير آيات. فلان شيخ دين كيف تنتقده؟ شيخ دين هو فرنسي يعلم في الحركة، حاشا هذه ما يستاهلهاش. ومن يولهم دبره زيد لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هنا على الانتحار وعلى كيف نقولوا المخاطرة العبثية، لو ريسك انوتيل. لا تقتلوا أنفسكم يعني لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. هنا يذكر المثل اللي احنا نقولوه الموت راحة. إن المبذرين، هنا راهو في النقطة رقم 7: prévoyance ايكونومي، الاقتصاد في المال وعدم التبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. اللي ما يشبع ما كان اللي يموت جيعان. هذا مثل احنا نقولوه أو أذكره لهم. البخيل كالحمار يحمل الذهب والفضة ويتعلف بالتبن. هذه يقولوها حنا كذلك. وهنا اذكر الآية: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أنا أحبس لي مخي، يعني الربا معروف في أوروبا، معروف في فرنسا، موجود. لكن هنا هو كيف يفسروا الربا؟ يفسروا بالإسكروكري، يعني التحايل على الناس. ما يشرحوش بالمعنى الشرعي تاعو. وبالتالي خوتنا هنا فهم، حط روحك في 1902، حط روحك في 1902 ما كان لا جمعية العلماء المسلمين، شعب مدمر. يقرأ هذه الآية: الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ويجي يشرحها له الفرنسي وجندي عنده باللي تحايل فقط. إذا هو بالنسبة له الربا أنت أنتيكريست، انت انتيغيست، مدحش انك تهدر على الربا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم.
هنا يهضر لهم على القمار والميسر، يسأل بالفرنسية لا باسيون دو جو، اللي حكم عليهم القمار واللعب. يسألونك والميسر، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهم إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لو مونسونج الكذب بلاء، هنا يعطيهم مثال، بلاء الإنسان من اللسان، بلا الإنسان من اللسان. هذه نقولوها احنا، مانيش عارف ادوها علينا ولا احنا تعلمنا المثل هذا عليهم. لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الآية: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان. آية: ولا يشهدون الزور ولا تطع كل حلاف مهين. الكذب سلاح الفاجر ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يوم نرضيه، لا أدري طبعا ما هيش تظهر الكتابة مليح. المهم آيات أحاديث. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم احذرهم قاتلهم الله في يختئ أوغوي الفخر والكبر ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أخلاق ما شاء الله، لكن في النهاية يروح يديه يحارب به المسلمين. يعني الحسد والغيرة ولا الحسد والبغض، العاني لونفي والشهوة يقصدوا القليل مع العافية خير من الكثير مع البلاء. Le chapitre 3 devoir envers les autres créatures. الفصل الثالث واجباتك تجاه الآخرين. يعني شفنا واجباتك تجاه الله العقيدة، تجاه نفسك حقوق النفس، وواجباتك تجاه الآخرين لا فraternité الأخوة، المجتمع، المحافظة على المجتمع، لا سوسيتي لا بيون سوسيتي. واش يقول هنا؟ اللي تحبه لنفسك حبه لغيرك. هذا مثال لكن متوافق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالله الدين والأقرب فلله والدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذين ينعق. ما نقراش الآية كي نشوف بالطبعة غير صالحة. إذا عندك كثير أعطي من مالك وإذا عندك قليل أعطي من قلبك. هذا مثل فكروا. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا على عدم القتل على جريمة القتل، تحريم جريمة القتل وإنقاذ الناس، يعني صون الدماء. واجباتك تجاه الحيوانات المخلوقات الأخرى devoir envers les animaux respect de la vie d'autrui احترام الحياة الشخصية للآخرين. المهم إلى أن يصل تربية إسلامية دينية ما يعني لا غبار عليها إلا في بعض الأمور. يعني بالنسبة ليه هذا اللي تربى عندهم راهو مع ولي الأمر تاعو، ويمكن أن فرنسا تستغله ويعتبر نفسه جندي من جنود فرنسا، جنود ولي الأمر تاعو. والحكاية هذه خوتنا الإسلام هذا السطحي، الإسلام هذا اللي مفرغ من العقائد مثل واش نسموهم العقائد الاجتماعية مثل الولاء والبراء، اللي مفرغ منه، اللي قادر أنت مسلم ومتدين وتقتل المسلمين وتتآمر على المسلمين وتتمنى الشر للدولة الإسلامية ومثل هذا الإسلام خاوتنا فرنسا كانت تقريه، وكان موجود حتى في عهد الإنكشارية من ثقافة الإيالة كذلك.
الانكشاريه والعثمانيين. الاسلام انتسبوا اليه من باب حكم الناس، من باب الشهره ومن باب الغلبه. حاشا اللي ما يستاهلش بالطبع، ماناش نضربوا في دينهم ككل. وبالتالي تلقاهم، هذا هو ارث، هذا من شوف هذه من اهم ركائز ثقافه الايال. الاسلام الصوري قادر يحاربك على هذا الاسلام، انت ما تشوف، لا هو منافق، هو يحارب فيك على هذا الاسلام. كيفاه الاسلام؟ انت قلت ربما الاخر مؤمن عليه وانسان معتدل وعادي، وربما يضحي على الاسلام اكثر منه، خادم الاسلام اكثر منه، لكن ما يتكلمش بالاسلام كثير. يقول هذاك علماني، هذاك علماني، هو نروح لفلان، نروح نسمع لفلان، غير قال الله قال الرسول. هاي فرنسا قال الله قال الرسول، هاي فرنسا عقيده السلفيه، الرحمن وعلى العرش استوى. بداوا بها اول ايه حطوها، الرحمن وعلى العرش استوى. هاي هنا يتكلم على بغاء وحكم الزاني وما الى ذلك، ثم يمر الى انه يدخل واحد الفصل الاخير الله اعلم، وين يبدا يتكلم هم على اهميه العلم الطبيعي، مثلا البيولوجي، الطب، سيونسي سوبرستيسيون. الفرق ما بين هنا القسم الثاني من الكتاب هذا سيونسي سوبرستيسيون، هنا معناتها العلوم التوسويسات، الفرق ما بين العلم والتوسويس، سوبرستيسيون كيف يا ربي كيف يسموها بالعربيه، المهم يقصدوا بها كالوسوسه وكذا. هنا يدخل شويه علمانيه، هنا يبدا يدخل شويه علمانيه. وهنا كذلك كي يستعمل هنا مثلا، شوف يستعمل لي زغاب، هذه باه الجماعه اللي يقول لك ها هنا هو قال لك العرب، لا هما فيما بعد بالنسبه بهم الجزائر هذه كاع عرب. ما كي الجزائر كي يهضر على الجزائر يقول لي زغاب، يقول لي زغاب، ماشي يعني التالي تيرايور كانوا غير لي زغاب ولا شيء، كيما صار كيما اللي يديروا العرب. هنا يحكي لهم تاريخ العلوم، اكتشاف الطاقة البخارية. يعني هنا تفهم الناس اللي تفنصوا قولنا بلاد فرنسا كيف ما كانوش يشوفوا روحهم انهم ضد الدين الاسلامي ولا ضد الهويه تاعو، بالعكس كانوا يشوفوا روحه باللي راهو يتمسك بالدين، وباللي من يعني من ضروريات دينه ان يخدم فرنسا، وفرنسا جابت لنا العلوم، حافظت لنا على ديننا وجابت لنا العلوم، هكا بالنسبه له. لكن افراغ الدين من العقائد الاجتماعيه اللي هو امر خطير، وبعد ما تكلموا اكثر فاكثر بما يخص العقائد الاجتماعيه اللي يتمنى لك واحد. الان عندك ناس يتمناوا السعوديه طيح عليها كارثه، السعوديه اللي فيها الحرمين يتمنى طيح عليها كارثه. واش كاين ما يعجبوش؟ يعني ما يعجبكش السعود تتمنى السعوديه طيح عليها كارثه، وكابابل يتامر على السعوديه اللي هي بلادها كاع مسلمين، والحرمين اهم من الاقصى، اهم من الاقصى والقدس. عادي تلقاه يدعي على السعوديه ديريكت، اللهم دير كذا، اللهم عليهم كذا، ان شاء الله يصرى لهم كذا ان شاء الله. ثم يجي يقول لك انا مسلم كذا كامل الاسلام، ها الاسلام الفرنسي ها السطحي اللي ما فيهش تبعات انتمائك لامه اسلاميه، ما فيهش تبعات انتماء انك انت جزء من امه كبيره. الزراعه، هنا يتكلموا على الزراعه بالطبع. واحد في 1902 خاوتنا ولا بالقرن 19 ينخلع، هذه امبراطوريه قويه تربيني على الدين على العلوم وكذا، عادي يبحثوه يحارب السينيغال المسلمين، عادي يحارب السوريين المسلمين، عادي يروح يحقر يظلم شعب مثل الشعب الهندوصيني في فيتنام، عادي، لانه يشوف فيها راهو في مسلم كامل الايمان. الطب والجراحه، لا يتكلم عن الطب والجراحه، واللي ما يعرفش كذلك بلي هذه الامور كلها كانت عند العرب والمسلمين قبل فرنسا. طبعا فيها تخيل روحك واحد في هذاك الوقت ينخلع ويضحي من اجل فرنسا، وعندما بالنسبه له ثوره نوفمبر تمرد، انتم تمردتوا على يمانا فرنسا، شوفوا شيء يتحرك فيهم. احنا هذوك الحركه وما عذرناهمش،
تجي انت بك تتكلم على بدايات الناس اللي تعاونت مع فرنسا لادخالها الجزائر، يقول لك لا لازم تساعد كذا، مش نهضروا على اللي دخلوا فرنسا، ولا اللي داموا بقاء فرنسا، ولا الذين يحلمون بعودته. سال المجرب ما تسالش الطبيب. هنا يضرب حكايه سال المجرب ما تسالش الطبيب، معناتها هذه هي الوسوسه اللي يقصدها هو يضربها هنا في العلم يعني. هذه حكايه المجرب يعرف خير من الطبيب وكذا، هذه الثقافه طبعا كاع واش راك تشوف صحيح، لكن في طياته بفراغ الاسلام من مفهومه المجتمعي، من مفهومه المجتمعي اكثر من العلمانيه.